إذاعة الشباب والرياضة من القاهرة. انت الأصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الأصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. انتصار غريب. الأستاذة نجوى عبد الظاهر الباحثة في الآثار المصرية القديمة. المصري القديم كان صاحب مزاج في الأكل ولحد دلوقتي طبعا ما نقدرش ننكر الموضوع. أكيد هو موروث أساسا. أكيد، وعادات الشعوب عموما بتبقى متوارثة في الطعام. يعني ما بنلاقيش حاجة قديمة إلا وتطورت أو ما زالت مستخدمة بقى في المناطق اللي ما دخلش فيها مدنية قوي أو تحضر. لكن الجميل في المصري القديم إن هو كان يعني بيختار الأكلات اللي فيها فايدة صحية وفيها نفع لجسمه. كان بيبقى عارف القيمة الغذائية لكل أكلة. أشهر الأكلات اللي المصري القديم كان بيختارها بناء على توصيات صحية أو على الفايدة بتاعتها. قبل ما نقول أشهر الأكلات نقدر نقول إن زي ما هيروديت قال مصر هبة النيل، فالمطبخ المصري هو هبة النيل. والنيل هو اللي وفر للمصريين الأكلات المفيدة. طبعا غير الحاجات الجديده اللي احنا بناكلها اليومين دول. فالمصري كان مزارع من الدرجه الاولى. اعتمد على النباتات زي الفول والعدس، ودول مذكورين في القران ان الناس نزلوا اساسا مصر علشان الفول والعدس. وطبعا في الخس والترمس والفاصوليا واللوبيا والخس، ودي كلها حاجات نقدر نشوفها على جدران المعابد والمقابر بنلاقيها في شم النسيم دلوقتي، اللي هو والترمس اللي احنا بنقطعه وبنملحه دلوقتي وبناكله في الاعياد والمناسبات. فهي حاجات كلها موجوده، وطبعا كانت بيور، ما كانش فيه اي حاجه كيميكال دخلت عليها، فعشان كده نلاقي كان فيها صحه اكتر ولها فوائد صحيه. ولها فوائد صحيه طبعا. يعني الخس كان بيفيد في الخصوبه، وكان بيفيد في بعض الامراض كمناعه، وكان بيعالج حاجات بالظبط. وكمان في نباتات وحاجات ارتبطت بالاعياد زي ما احنا عارفين، زي الملاينه ما قلنا ارتبطت بشم النسيم. كمان الاكل كان ليه مغزى ديني، لان على موائد القرابين بنلاقي المصري قاعد هو وزوجته قدامه مائده القرابين، عليها بقى انواع مختلفه من الخبز، عليها انواع مختلفه من الطيور واللحوم لحد دلوقتي بنروح المقابر. القرص بتاعه المقابر دي هي على كانها كان في مصر القديمه، وبرضه احنا بنستعملها. حتى كحك العيد والقرص والحاجات اللي احنا بناخدها موجوده على جدران المقابر اللي كان بيتقدم كهبات للمصريين. الأستاذة نجوى عبد الظاهر الباحثة في الآثار المصرية القديمة. الخبز يمكن المصريين دلوقتي بيسموه العيش، واحنا الوحيدين اللي بنسميه العيش. المصري القديم كانت نظرته للخبز يمكن مش مختلفة كتير عن المصري الحالي. طبعا. واحنا لحد دلوقتي بنقول اكل العيش مر، ونجري ورا اكل العيش. وبيني وبينك عيش وملح. وبيني وبينك عيش وملح، لان العيش او الخبز بالنسبه للمصريين زي ما حضرتك قلتي احنا الوحيدين اللي بنستخدم كلمه عيش. هو معناه الحياه، وعلشان كده حتى على موائد القرابين اكبر نسبه من التقدمه للطعام كانت او الهبات اللي بتبقى موجوده هي العيش. وفي انواع ما زالت مستخدمه لحد دلوقتي او متواجده في صعيد مصر وعند الفلاحين. بنلاقي العيش الشمسي اللي كانوا بيخمروه على الشمس. وكان في العيش البتاو لسه مستخدم لحد دلوقتي عند اهل الصعيد، وفي حاجه اسمها الملتوت. فالعيش عند المصريين وجبه اساسيه، عشان كده تلاقينا بنستهلك قمح كتير. طيب في ناس بيقعدوا يقولوا المصريين بياكلوا السمك، مش عايزه اقول الايه اللي بيتساب لما يبوظ، الفسيخ. المصري القديم ازاي يعمل كده؟ عاوزاكي تتخيلي بلد واقعه بين بحرين وفي قلبها ماشي نهر، يبقى لازم ياكل سمك. ده طبيعه شعب قاعد من عندك بحر احمر وبحر متوسط وعندك نهر النيل. فالمصري القديم كانت حتى قبل معرفة الزراعة هي الوجبة الأساسية هي الصيد، فكان في صيد بر وصيد يعني هي كانت وسيلة لحفظ السمك أكبر وقت ممكن عشان ما يبوظ. كان بيصطاد. وفي حتى في مناظر المقابر عندنا الصيادين اللي كانوا بيقعدوا في المية فترة طويلة، في مناظر نقوش مقابر عليها الصيادين ومعلقين السمك مملحينه وحاطينه في حبال
ومعلقينه في عشان المراكب. يقعد معاه كان فترات نوع من طويلة. وكانوا بياكلوه في شم النسيم اللي هو آه. بدايه احتفالات الربيع، فهي حاجه متوارثه. وما زال مصر القديم ما زلنا بنملحه والحديث وهيفضل إلى مدى إلى الحياة. مدى الحياه الا الرنجه والفسيخ. انت الاصيلة يا مصر وكلنا عارفين، انت الاصيلة يا مصر وكلنا شاهدين. ترابك عز أجيالك وشمسك عالية في سحابك. تغيب الدنيا لو غبتي يا مصر جميلة بشبابك. مصر جميلة مصر جميلة خليك فاكر مصر جميلة. مصر جميلة. انتصار غريب.